أقسم بالله العظيم. تشتغل مصالحك تريدها ها؟ أقسم لا 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 أنا تشتغل مصلحتك بدل عنك. لا أنا لا أريد هكذا، أنا لا أقول هكذا يا أستاذ علي. أنا أقول شفينا شرها إيران. إيران لا تلعب بعواطفنا، لا تصير علي براسي وطنية وقومية وإسلامية. إيران مكشوفة. هذا ما يحدث في غزة هو تناغم إيراني إسرائيلي أمريكي، وأنا أقسم على ذلك. أكرر هذا كلام تناغم إيراني إسرائيلي أمريكي من أجل زيادة اختراق إيران للنظم العربية وللتيار القومي العروبي الذي أخذ في الآونة الأخيرة يدافع عن موقف إيران بحسن نية. لكن إيران حقيقة موقفها هو موقف مخزي للعرب وللمسلمين. هاي يجب أن نعرفها. يعني إيران هي التي خلقت السنة والشيعة، لم يكن عندنا سنة وشيعة في العراق قبل. يجب أن لا تعبر علينا هذه اليافطة. إيران هي التي خلقت السنة والشيعة. هنالك تيار عروبي قومي إسلامي مكافح مقاتل مناضل. جدتي إيران قالت أنا أرفع العلم. الخميني بالطيارة مالته من فرنسا إلى طهران. نعم. سأل الصحفي من هيكل؟ سألوا أحد الصحفيين يعني. قال له ما أنتم فاعلون؟ قال له الأتراك أخذوا حصتهم في حكم الإسلام باسم الإسلام، والأكراد أخذوا حصتهم قصد الدولة البويهية، والعرب أخذوا حصتهم بس حصة الفرس قصد العباسية، والآن جاء دور الفرس. فإيران تريد أن تسيطر على العرب، ولا يمكن أن تدخل الجسم العربي من خلال الإسلام. اسمح لي، تدري ليش؟ تعرف ليش أستاذ علي؟ لأنها دولة طائفية لا يمكن أن ترضي السنة والشيعة. يا أخي دولة طائفية كيف تدخل على العباءة الفلسطينية؟ لأنها جرح في قلب العرب، فتحاول أن تحرك هذا الجرح وتداويه. هاي كل ما هنالك العملية على الحجية والبيبية والرجال الشايب والحجي والعرب أن يفهموا هذا واقع الحال. إيران لا يمكن أن تدخل في قلوب العرب من الناحية الدينية لأنها دولة طائفية. كيف تدخل بالعباءة الفلسطينية لأنها جرح، والقدس وهكذا. هاي واضحة. الآن كثير من الناس وحتى بالحركات القومية العربية يقولون أن يجب أن لا نعادي إيران، يجب أن نصادقها. وأنا كذلك، أنا أتمنى أن تكون إيران صديقة للعرب. كيف تريد أن نكون صديقا لإيران وإيران ساعدت في احتلال بلدي؟ الذي احتل العراق هو القوات الأمريكية والمتعاونة معها. نعم، لكن دخلت إيران وأزادت المشهد العراقي دموية. الأمريكي ما يعرف منو اسمه عبد الحسين واسمه عمر واسمه عبد السلام. إيران تعرف هذا الشيء. إيران تعرف أين يسكن هذا وأين يسكن ذاك. إيران أم القوائم، قوائم الجيش العراقي، قادة الجيش العراقي وكبار البعثيين وكبار دوائر الدولة. أمريكا لم تعرف ذلك. أمريكا عندها 55 صح؟ قائمة 55 فقط. أما قوات غدر واطلاعات وفيلق القدس يعرفون. تدري في مدينة الثورة فقط أو مدينة صدام ذبحوا 3000 لكونهم بعثيين. 3000 واحد ذبحوهم ذبح. من الذي يتحمل؟ يعني إيران تقتل بالعراق وتساعد الفلسطينيين بالكلام فقط، وتريدني أني أأمن إيران؟ كيف تريدني أأمن إيران؟ لا والله أنا أقبل على العرب على علاتهم أقبلهم. إذا ما الشيء من العربي هسي شيء مرة أخرى، لكن فارسي صفوي طائفي خارج الحدود لا أقبل منه على الإطلاق. شكرا.